احنا في العادي بنعمل الابواب بتاعتنا كلها عموله، ولكن في الموقع هنا واحيانا بيطلب مننا ان احنا نركب ابواب جاهزه. تعالى اوريكم ازاي بنستلم الابواب الجاهزه وبنبص على ايه وايه الحاجات اللي ناخد بالنا منها. رقم واحد، بنبص على كل الاكسسوارات بتاعتي وكل الاوكر والمقابض. يعني هنا عندي المقبض لونه اسود بينما القلب بتاعه لونه فضي، فبالتالي طبعا ده هيكون مرفوض، ده لازم يتغير. دي اول حاجه. وطبعا بنبص هنا كده على الفصلات، برضو هي فيها مشاكل لسه محتاجه تتظبط، لسه ما خلصتش، ولازم تكون برضو بنفس اللون. دي كمان اللون بتاعها جاي هنا فضي، والمفروض تكون لونها جاي لونها فضي، والمفروض تكون لونها اسود. كمان حاجه مهمه جدا بقى في استلام الباب نفسه، انه الباب لما يقفل معايا يقفل بكل اريحيه. وحاجه مهمه جدا في الابواب التركي انه البرور ده بيكون دايما ضعيف فيها، فبالتالي انا لو شديت البرور ممكن يطلع. طب علشان اتجنب مشكله زي كده ازاي؟ اتجنبها من خلال المسامير اللي بتتربط هنا. لما يدخل عاشق في معشوق، المسمار ده يربط على وش المنقار بتاعه او يربط على وش البرور بحيث ما يطلعش او ما يكونش ضعيف. اتاكد من الفراغات اللي موجوده هنا ما يكونش في اي فراغ يبقى مسلم مع الحيطه بتاعتي، واتاكد برده من وجود الرابر اللي موجود عندي هنا. ولازم حاجه مهمه جدا اتاكد عليها لما اطلع واقفل الباب بتاعي يبقى قافل بشكل كويس وما يبقاش فيه اي نور طالع منه من الناحيه الثانيه. لازم يكون عندي نور الناحيه الثانيه، واتاكد انه الباب متقفل كويس معايا بالشكل ده. اتاكد من حواف الباب، لانه دي مشكله مشهوره في الابواب الجاهزه. حواف الباب بتاعتي تكون كلها مظبوطه وما يكونش فيها اي مشكله او اي نقره خالص. ده كده بالنسبه لاستلام الابواب الجاهزه. اتاكد طبعا كله بخلاف الموازين، وانه الفواصل او الباب يكون كله مسلم مع بعضه بالشكل المظبوط.